جاك بريل، الشاعر المتمرد والموسيقي المتوتر، أحد أعظم الفنانين في كل الأزمنة. كيف ارتبط بالمغرب ووجد فيه الإلهام؟ Elle a retrouvé la première personne qu'il a fait chanter en professionnel dans son cabaret à Bruxelles. Il le retrouve à Mohamedia et il allait dans son cabanon. Et là, Brel a eu ce coup de foudre pour Mohamedia, il a eu ce coup de foudre pour le Maroc, il a eu ce coup de foudre et ça lui a inspiré. Moi, je reste convaincu que ça lui a inspiré des chansons. في سنة 1956 اكتشف جاك بريل المغرب لأول مرة، حيث أنه غنى في أرينا الدار البيضاء قبل أن يشتهر اسمه في فرنسا بكثير. وعاد إلى المغرب 3 سنوات بعد ذلك في سنة 1959، حيث غنى أول مرة في سينما أكدال بالرباط قبل أن يقوم بجولة في المملكة في الرباط والدار البيضاء ومكناس. وبعد ذلك وقع بريل في حب المغرب رويدا، حيث أصبح يقضي وقتا أطول في المملكة، وخاصة في هذا المكان من مدينة المحمدية والمسمى فندق سفانكس. هنا كان بريل يجد متعته مع صديقته مدام أندري، تلك التي ذكرها في أغنيته المعنونة جيف. وهنا كان يلتقي كبار المشاهير آنذاك أمثال مارسيل سيردون والكاتبة الشهيرة سيمون دو بوفوار أو ديفا الغناء الفرنسي إديث بياف. ومن بين أصدقائه المغاربة نجد الصحفي علي حسن، وكذلك الفنان المسرحي الراحل الطيب الصديقي، الذي قال عن بريل أنه كان قنطرة الوصل بين المفرنسين والناطقين بالعربية في المغرب. وكعربون وفاء لذكرى جاك بريل، أصبح مطعم الفندق يحمل اسم مدام أندري، والملهى يحمل اسم جيف. وقد وضع بريل الكثير من أغانيه في المغرب، بالإضافة إلى أغنية جيف سالفة الذكر، فقد أبدع إحدى أفضل أغانيه على الإطلاق، لا فالس ميلتون في المغرب، وبالضبط في المنعرجات الموجودة بين الدار البيضاء وطنجة، تلك المدينة التي كان يعشقها أيضا، وذلك لأن الفالس رقصة مستديرة، ولذلك استلهمها من المنعرجات. وفي سنة 1973 حضر جاك بريل في مهرجان مراكش للفنون الشعبية وغنى فيه، وهناك قرر أن يستقر في المغرب بشكل تام، حيث يحكي الراحل علي حسن قائلا: في تلك الفترة كان بريل يريد استكشاف المغرب. سافرنا لمدة 3 أيام، وكان بريل يريد ترك المدنية والحضارة، وقد جعلته يكتشف مكانا فريدا في المغرب، إنها قرية قلميمة التي سحرته، فأراد الاستقرار بها نهائيا. وتسكعنا معا لمدة 5 أيام في محيط مراكش، وقال لي حينما أردنا أن نفترق: أنت الصحفي الوحيد الذي شعرت معه بالارتياح، لأنك الوحيد الذي لم يحدثني عن مهنتي. ورحل بريل ولم أره بعدها أبدا. بعد رحيله من المغرب اختار بريل الاستقرار في جزر المارتينيك والعيش في المحيطات بعيدا عن المدنية.